هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ دخلت عليكم فجأة. ايه رايكم في المفاجأة دي؟ لايف كده ايه مفاجأة، مفاجئ. بصراحة بتعب قوي من فكرة تصوير الفيديوهات، واقعد اعمل اديت واقعد اعمل مش عارفة ايه وكده، وساعات بكسل اصلا بسبب الاديت ودماغي بتصدع. وانا اليومين دول والله العظيم ادم بقى اليومين دول على اخري، مش قادرة. فقلت اطلع معاكم لايف عشان حاجتين: اجرب فكرة اللايف لو حلوة وكده. ممكن بقى بعمل لكم كمان لايف على اليوتيوب، بما ان الفتره دي انا مهتمه اكتر. انت شايفيني ولا لا؟ شغاله اهو. ان شاء الله لايف فيه 7. اراهنكم ان احنا اصغر لايف في مصر. لا والله لا والله ولا يفرق معاكم. انتوا عارفين اصلا هو الفكره بالنسبه لي في اللايف مش فكره العدد قد ما فكره ان انا ما اعملش اديت، فاهمين؟ فمش عايزه اعمل اديت، فقلت اطلع معاكم في اللايف نقعد كده ونتكلم زي ما تيجي. اللي عنده اسئله بقى يقولها. لا مؤاخذه، بصوا البنطلون مقطوع من هنا ازاي، معلش اتنتش مني. ولابسه تيشرت جوزي بقى، ويعني ايه، الحياه صعبه. الحياه صعبه، مش قادره. عندي البيريد فعلى اخري، مش قادره. حاسه ان انا في ناس قاعدين هنا في دماغي، والله العظيم مصدعه جدا وتعبانه بشكل مش طبيعي، ومش عارفه اكل، ومش جاي على بالي اي حاجه. استغفر الله العظيم يا رب، معرفش ليه الايام دي بتجيلي صعبه كده. اللايف ده للبنات بس، اوكي؟ عشان كده انا بتكلم براحتي. انا يعني ممكن انزله لكم يوتيوب بعد ما اخلص الصلاه، انا ما بيفرقش معايا بصراحه يا بنات. في حاجات كده مش شاغله مش شاغله بالي بيها قوي. اوكي، تعالوا بقى نسرح شعرنا. خدت شاور، قلت علشان حاسه ان انا دماغي بقول لكم مش قادره اسرح شعري، والله حاسه انه بيوجعني يا ربي. الصداع طلع لكم وانا مش فايقه. لا انا مش عارفه، مش قادره والله. بسرحه وبعدين مش قادره اخد اشد دلوقتي. طلع لكم وانا مش فايقه بس عشان افوق معاكم وعشان نجرب اللايف. يلا اللي عنده اسئله بقى. لا هلو يا قلبي، هاي ازيك يا حلوه، ازيك يا بته. بنات قولولي ايه احسن الاوقات اللي انتوا شايفين ان انا انزل فيها فيديوز على اليوتيوب، ولو فيديو احسن بتحبوا ولا نعمل لايفات برضو كده على اليوتيوب وبتاع. اتكلم معاكم بصراحه، عايزه اطلع معاكم لايف على اليوتيوب، بس مش عارفه بتكونوا موجودين امتى، عشان انا كمان مش في مصر يعني، ف مواعيدي غيركم. تيجوا، انا عايزه اظبط كده، احط شويه ميك اب. انا بس حاطه روج وحاطه بلاشر، بس عايزه احط شويه حاجات. تعالوا نجرب مع بعض. تيجوا نلعب، تعالوا. بس انا قاعده كده وقدامي ايه، شنط الميك اب. بصوا، مبسوطه قوي من ساعه ما جبت شنط ميك اب جديده، فضيت فيها بقى كل الميك اب بتاعي. بصوا، حطيت هنا ميك اب، وهنا سكين كير، اوكي، الحاجات اللي بستخدمها، وشنطه الميك اب دي كمان. فمبسوطه بيهم قوي بقى. فكنت بقول لكم ايه، تعالوا نعمل شويه ميك اب واحنا قاعدين مع بعض. مش عارفه اعمل ميك اب ولا هرجع عندنا. والله تعالوا يلا اكتبوا لي بقى لو عندكم اي اسئله، اي حاجه، اي موضوع نرغي فيه، عشان انا بصراحه مفلسه في الافكار، مش قادره احدد نتكلم في ايه. وسمعت الحركه دي اللي بعملها مؤخرا عجباني قوي، ان انت لو عندك اي تنت، اي سكين مثلا، ده سكين تنت اهو، مويسترايزنج سكين تنت فاونديشن، فبيبقى مثلا حاجه تكون مات او تحس ان انت عايزه. انا مبدئيا رايحه الفتره الاخيره ليه ثواني، هو ده مشكلتي بقى اللايف، ان الكلام هيروح ويجي، بس مش مشكله. هكمل. انا عايزه التوكه. اين التوكه؟ انا حطيتها فين؟ مش عارفه. طيب ما علينا. اسمه ايه ده، كنت بقول لكم بقى. انتوا عارفين ما بحبش الحاجات اللي هي الكوفرج بتاعتها عاليه قوي، اوكي؟ عايزه بس اقفل شعري علشان ما يبانش. فمؤخرا بقى، وبحب ساعات علشان عندي بصوا، شايفين اللي هي اهي الكام حبايه دول، العلامات اللي هنا وكده.
كنت عايزه اقول لكم ايه، استغفر الله العظيم، معلش استحملوني يا جماعه، استحملوني، احنا اول لايف، فايه مش عايزين نزهق من بعض. انتوا بقى اكتبوا لي اسئله عشان ما اروحش واجي معاكم كده، معلش انا مش I will not judge myself، عادي هكمل حتى لو متلخبطه، حتى لو مش في المود، حتى لو مش رايقه هكمل، علشان انا قلت خلاص هبدا لايف، يعني هبدا لايف خلاص، عشان نبقى ايه نضغط نفسنا ونقرف نفسنا. اوكي ماشي. قولوا لي انتوا بقى لو عندكم اي كومنتات. هلو يا توته، ازيك؟ الحمد لله يا روحي. طبعا لونج تايم، شايفه معلش. بس انا بقى على فكره بعمل فيديوز يا جماعه على اليوتيوب، انا مش عارفه ليه الناس ما بتشوفش الفيديوز على اليوتيوب، بس والله بنزل فيديوز على اليوتيوب، مش عارفه دي تبقى كويسه ولا يعني. ماشي تعالوا نجربها. انتوا بقى اتاكدوا ان انتوا عاملين اسمه ايه ده، فولو على اليوتيوب يعني، وشوفوا الفيديوهات وقولوا لي رايكم، وسيبكم من عنوان الفيديوهات. ليه؟ لان انا مش اشطر حد في موضوع العناوين بتاعه الفيديوز دي. بصوا الحركه دي، لو انت مثلا عندك حاجه كده اهو، هو ده غامق، دي اول حاجه، وتاني حاجه انا بحسه بينشف شويه لما بحطه على وشي. اوكي هجيب هنا ايه بقى، اي يعني اي اسمه ايه ده، اسمه ايه اللي هو فيشل مويسترايزر يعني، مرطب، وتميكسي كده يا حلوه، تحطيهم على بعض، و شايفين همكس كده، وبالبراش بقى هاخدهم وابدا ايه. النوع ده ريميل اللي هو كايند اند فري، ده حلو قوي. بصوا الكفرج بتاعته، هوريها لكم دلوقتي. لحد زي اهو مش بيحب الكفرج التقيله قوي، ده هيبقى بصوا اهو تحفه كده. تاخدي بس كده وتحطي، استني هوريكي، بصي الفرق ما بين العين دي والعين دي. بس انا هنا بصراحه عندي تجويف اكتر شويه، بس استنوا هتشوفوا برضه في الكل. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، عشان انا كنت عملت اسمه ايه ده، كنت عملت فيديو او ريل او حاجه مش فاكره، او ستوري غالبا، ثواني كلمتين، ستوري عن اللي هي المالا بيوتي الباودر بتاعتهم دي، طلعت سيئه. انا مش عارفه بصراحه، معرفش ايه المشكله، بس بصوا بعد انا ما كملتش مثلا معايا 2 ويكس او حاجه. بصوا بقت عامله ازاي، شايفين كلها حبوب ازاي، شايفين؟ انا مش فاهمه عملت كده ليه بصراحه، فعشان لو حد كان شاف الستوري دي انا بخلي مسؤوليتي. اوكي انا بخلي ايه مسؤوليتي. انا انت جايب هنا زمايل، لا ان شاء الله كنت حسيت غلط. اوكي اقول لكم على ايه، معرفش ليه عملت كده على طول، معرفش لو حد تاني جربها، مع ان كان كل بقى الفلوجرز طلعوا قالوا تحفه ومش عارفه ايه، وكلهم بيعملوا اعلانات، بس ما عجبتنيش خالص. ليه مش منتظمه في الفيديوهات؟ اوكي بصي يا حبيب قلبي، انا عارفه ان انا مش منتظمه، وعارفه ان انا مش شاطره في موضوع الفيديوز وان انا ابقى منزله في مواعيد معينه وكده، بس هقولك على حاجه، يمكن انا الكونسبت اللي واخده منه السوشيال ميديا نفسه هو اللي مخليني اتعامل معاها بهذا، اللي هو ايه الكونسبت، انا واخداها حاجه بصراحه مينلي يعني بص انا عندي مشكله، انا مش عندي صحاب. اوكي ليه مش عندي صحاب؟ عشان انا مش عندي صحاب او الناس مش كويسه وكده، لا بصراحه لا، يعني تو بي اونست، عشان مبقاش كدابه واقعد اقول لكم مش عارفه ايه، لا انا اللي مش كويسه في موضوع ان انا اكيب اب مع صحابي، يعني انا مش بعرف افضل اتواصل مع صحابي، دايما لازم يحصل لي ظروف من وانا صغيره يعني مثلا ماما وبابا مش دايما كانوا بيوافقوا ان انا لو اي حاجه مثلا صحابي رايحينها، احنا لينا مواعيد معينه في النزول، ليا مواعيد معينه في الرجوع، ليا مثلا لو هم خارجين مثلا 10 مرات انا هعرف انزل معاهم بصعوبه المرتين، وال10 لا، فعارفين اللي هو باي تايم كده انت بتتنسي او بتبقي بره الحسبه اصلا. اوكي فلما كبرت كمان اتعودت على كده، وحتى ايام الجامعه كان نفس الكلام، حتى عشان انزل انا مش من النوع اللي ينفع ايه انزل من غير ما ابقى واخده اذن وابقى قايله لهم ويبقوا موافقين وبتاع،
وانا بابايا كان فكره الدراسه عنده دي صعبه قوي. يعني احنا 24 ساعه بنذاكر، يعني 24 ساعه بنذاكر احنا في الدراسه، يعني 24 ساعه بنذاكر، ممكن مش 24 ساعه يعني، بس قصدي طول ما احنا قاعدين احنا لازم بنذاكر. ففكره الخروج دي بالنسبه له مش كتير خالص. اوكي، الحمد لله طبعا الواحد استفاد اكيد كتير، مش هنكدب، بس برضو ده اثر على حياتي الاجتماعيه، ان انا اعرف انزل مع صحابي، اعرف زي ما بقولك كده اكيب اب معاهم. ف باي تايم كده انا بحس ان انا ده تفسير ان اتنسيت، فاهماني؟ فخلاص مش كل الخروجات بقت انا انكلودد فيها، مش كل السفريات بيقولوا لي عليها، بسافر مثلا معاهم مره و20 مره لا. فبالوقت خلاص جيت لما كبرت وخلصت الجامعه، انا اتجوزت على طول بعد الجامعه، ما يعني مش قعدت كتير، اتجوزت تقريبا وانا 24 سنه. فبعد خلصت الجامعه مثلا بثلاث او 3 سنين و... وجيت بقى اتشغلت في الجواز طبعا، وكنت انا بشتغل. ف برضو ما بقتش خلاص، انا اوريدي